مات بسبب أمنيته الوحيدة إنه يكون زي باقي الناس. النهارده هنرجع بالزمن لإنجلترا سنة 1862 ونحكي عن واحد من أكتر الشخصيات اللي كسرت قلوب الناس رغم شكله المرعب، جوزيف ميريك أو زي ما كانوا بيسموه رجل الفيل. اتولد جوزيف سنة 1862 في مدينة ليستر، وكان طفل عادي في البداية، بس وهو عنده سنتين بدأت تظهر عليه تشوهات غريبة، عظمه كبر بشكل غير طبيعي ووشه اتغير، وهو عنده 11 سنة أمه ماتت وكانت هي دي بداية المأساة، لأن أبوه اتجوز واحدة تانية كانت بتكرهه هي وأبوه اللي كان شايف إن هو عبء عليه. وهو عنده 13 سنة اشتغل في مصنع سجاير، لكن ما بقاش يقدر يحرك ايده كويس بسبب التشوهات فطردوه. بعدها جرب يبيع حاجات من الباب للباب، بس الناس كانت بترفض تفتح له علشان بيخافوا من شكله. وفي يوم رجع من الشغل وما كانش باع اي حاجة، ابوه ضربه ضرب جامد وسابه يهرب من البيت. ومن هنا بدأت حياة جوزيف المشردة لحد ما دخل ملجأ الفقراء وعاش فيه 4 سنين، اللي كان بالظبط زي السجن لانه كان بيشتغل فيه ويكسر فيه طوب، لحد ما قرر ينضم لسيرك المزوخ اللي كانوا حابسينه في قفص وحاطين عليه يافطة مكتوب عليها نص انسان ونص فيل، ويفضلوا يلفوا بيه ويخلوا الناس تتفرج عليه. جوزيف كان بيقف في القفص ويسمع أبشع الكلام من الناس ونظرات القرف منهم، وكله أمل في الحياة إن هو يستخبى في الضلمة ومحدش يشوف. في سنة 1884 شافوا دكتور اسمه فريدريك واتأثر بحالته جدا وأخده معاه مستشفى لندن، وهناك لأول مرة في حياته جوزيف اتحط في أوضة لوحده واتعامل كإنسان، وبدأ يتعلم ويكتب شعر ويستقبل ضيوف. وفي لحظة مؤثرة جدا دخلت عليه واحدة ست ومدت إيديها تسلم عليه، ساعتها جوزيف اتأثر وعينه دمعت وقال دي أول مرة في حياتي ست تمسكني بإيديها. جوزيف كان بيتمنى يعيش زي باقي الناس وكان بيتمنى ينام زيهم، بس التشوه اللي في الجمجمة كان بيمنعه ينام على ظهره. وفي يوم قرر يحاول ينام زي باقي البشر، لكن الجمجمة كانت تقيلة ورقبته اتكسرت ومات وهو عنده 27 سنة. بعد وفاته سنة 1890 حصل جدل كبير حوالين جثته اللي اتشرحت، والهيكل العظمي بتاعه اتعرض في متحف تابع للمستشفى، لكن الجمجمه اختفت لفتره طويله وبعد كده قالوا ان هم مش هيعرضوها احتراما ليه. جوزيف عاش طول عمره نفسه يكون انسان عادي، بس في الاخر علم الناس يعني ايه الانسانيه.